يعني قلت أنا نحن نتكلم عن الاقتصاد فنتكلم بالإرقام، ما قلتش يعني أمر آخر. وأعلم أن السلطات في موريتانيا تعلم أين هي الفائدة. ما يطلعش أمين ديساد راح يوري ولا اللايف تاع أبي طالب راح يغير واحد الواقع اقتصادي أو علاقات ما بين الدول، وإنما هو بروفايل تيك توك اللي هو أمين ديساد طلع كان عنده واحد النقاش من الناحية الاقتصادية وتكلمت بالأرقام، لأنه ما تقدرش تعكس يعني واحد الأمور تجارية واقتصادية إلا بتعبير الإنشائي. هذا واش تكلمت أنا، ولا كان خطأ هذا يا أبي طالب قل لهم هذا أمين ديزاد يفتري عليكم وكلامه خطأ. لا شوف أمين، شكرا لك على التدخل. أنت اخترت موضوعك لأن الموضوع عندي لم يكن هكذا. الموضوع الذي أناقش لم أكن أبدا أناقش الأمور الاقتصادية. نحن بدأنا اللايف بهذا الخبر أن موريتانيا وزير الداخلية أخرج اليوم مقرر موقع وهذا رقمه يحدد فيه المعابر، ويعني كانت هناك مفاجأة سارة أن على مثل الكركرات أيضا هناك معابر أخرى دولية موجودة الآن في شمال موريتانيا مع ما يسمى بالمنطقة العازلة، وهذه المعابر أطلق عليها معابر دولية. يعني أصبح يمكن من هذه المعابر وهي تنطلق إلى بير مقرين شمالا وعين بنتيلي التي هي قريبة من الجزائر، وهذا قلنا أنه موضوع مهم ويأتي في سياق هذه الاتفاقيات مؤخرا التي رأينا والتي كما تعلم رأيناها مؤخرا فيما يخص الربط الكهربائي. أعتقد أنك أنت على علم بهذه المعلومات كلها، وقلت أن هذا الخبر جاء ليوثق هذا الربط يعني الكهربائي. موريتانيا المغرب يوقع على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، ولكن أبعد من ذلك هو ربط كهربائي بين البلدين، وهذا يبين تسارع فعلا الشراكات المغربية الموريتانية. طيب أنت ذكرت ما يسمى بلي ZDE c'est-à-dire les investissements directs étrangers. دعني أقول لك أن رغم أنكم تتوفرون على أكثر من المملكة المغربية من يعني العملة الصعبة ce qu'on appelle les réserves en devises، أنتم أكبر من المملكة المغربية، وبل أنتم في تعديتم يعني كل الدول الإفريقية. الجزائر اليوم على رأس الدول التي تملك أكثر من يعني دعني أقول ريزيرف ديفيز. وفي المقابل أن المغرب هو الأول يفوقكم في الاستثمارات المباشرة في إفريقيا. وعندما نعود إلى موريتانيا يجب أن تفرق بين التبادل التجاري وبين الاستثمار والشراكات في البلدان. أنت تحدثت مثلا عن سوناتراك. هل الجزائر اليوم عندهم يمكن أن تقول لي شراكة الموريتانية الجزائرية فيما يخص مجال الطاقة؟ أنا أقول لك مثلا أن المملكة المغربية اشترت أسهم وكل مصالح توتال إنرجي في المملكة في موريتانيا بأكثر من 175 مليون دولار، واستحوذت على جميع مثلا محطات توزيع البنزين. واليوم المغاربة متواجدين في السوق الموريتانية عبر هذه الشركة، شركة إفريقيا. أقول لك أيضا أن موريتانيا وقعت هي ونيجيريا والسنغال مع المغرب على إنجاز مشروع الأنبوب الغاز. وأقول لك أننا حالا وأنا أتكلم معك أن هناك باخرة مغربية متخصصة في البحث العلمي وفي الدراسات البيئية البحرية الأولية لوضع الأنابيب الغاز جاءت في إطار مقطع الشمالي لهذا الأنبوب ليدعى الأنبوب الأطلسي الإفريقي، مقطع السنغال موريتانيا المملكة المغربية.
لا أتحدث من فراغ بأنني لدي الرخص الموقعة من وزراء موريتانيا. المملكة المغربية وجدت قبلكم بعشرات السنين. أنتم الآن عندكم بنك في مجال المالي فتحت السنة الماضية، ولكن المملكة المغربية موجودة من 2010 عبر تجاري وفبنك. المملكة المغربية موجودة على الأراضي الموريتانية من أكبر شركات الإسمنت. المملكة المغربية متواجدة في شركات الغاز. المملكة المغربية من لا يعلم هي شريك في أكبر شركة لشريان الاقتصاد الموريتاني، وهي الشركة العملاقة سنيم، تمتلك 2 في مجلس الإدارة، وتمتلك 2.5 من أسهم هذه الشركة التي فيها الكويتيين وفيها كذا وفيها كذا، وطبعا موريتانيا تمتلك 51%. إذا يا أخي الكريم فعلا أن التبادل التجاري، أو حتى أقول دعني أقول الصادرات الجزائرية فعلا مؤخرا في سنة 2024 زاد حجمها، والذي زاد حجمها أكثر هو الحديد يا أخي الكريم. والغريب في الأمر أن نحن من أكبر مصدرين الحديد، ونستورد من الجزائر الحديد المصنع للبناء، لكن عندنا شركة موجودة وستبدأ قريبا. المشكلة كانت في الطاقة، في إعادة تصنيع الحديد، وهنا أقول لك أن الأمور ستنزل تماما. هذا ليس فقط، هذا لا أقوله لأقول إلا أن طبيعي أنتم جئتم، ولكن مقارنة مع المملكة المغربية أنتم هناك 10 سنين على الأقل بينكم مع المملكة. أنتم الحين بدأتم، وحتى أن الظروف الجغرافية حتى الآن لا تساعد، لأن الإنجاز الطريق كما تعلم هو شرط مهم لأن تتحرك تلك الصادرات. أعلم أن هناك باخرة بدأت تأتي من الجزائر إلى موريتانيا، ولكن المغاربة متمرسون في هذه التجارة منذ عشرات السنين، والحقيقة منافستهم ستكون صعبة جدا. أخ أبو عبد العزيز، ثم أعود لك لأسئلتي للأخ أمين على معلومات يعني وصلتني. اختار أخ أمين يعطينا فيها، ولكن نسمع أولا صوت الأخ أبو عبد العزيز. حياك الله، شلونك أخي الكريم؟ حيا لك أخوي أبو طالب وضيوفك الكرام، حياك الله جميعا. حيا الله أخونا نوروز والأخ الجزائري. أنا أعتقد أخوي أبو طالب أنا عندي مداخلة وانزل، والله الوقت متأخر. أهم التحديات لجميع الطرقات الموجودة الآن في القارة الأفريقية والقارة الحالمة القادمة، وهي البكر. بكر لا زالت بثرواتها. هل كل العوامل والشراكة الاقتصادية اليوم نشوفها على وجه التحديد من المملكة المغربية وموريتانيا وعدد من الدول الأفريقية، لماذا لا يشكل تحالف للقارة الأفريقية، تحديدا للقارة الأفريقية، لحماية هذه القوافل البرية والبحرية؟ تكون هناك قوات بحرية وقوات برية، وبدعم وإدارة مركزية. أنا أفضلها أن تكون موجودة في المملكة المغربية، الله يحفظها. أنا أتمنى والله هذا الأمر حتى يكون حماية لهذه الممرات البحرية ولهذه الممرات البرية، لأجل استقرار هذه الأسواق واستقرار هذه الممرات، وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخارجي في هذا الأمر. ومن الممكن شفتوا ولا لا أن تكون هذه، شفتوا ولا لا، هذه مثلا نيتو، نتكلم أفريقي، لدحر حتى الميليشيات والميليشيات لما تسمى بالميليشيات الإسلام المتأسلم أخي أبو طالب، الإسلام الراديكالي. ونحن نعرف هناك من يدعم الإسلام الراديكالي مثل فرنسا وغيرها أبي طالب، من أجل تحريك وتعطيل هذه المصالح الاقتصادية الكبيرة. أنا لازم المنظور الأمني أبو طالب مهم جدا، أنا أشوفكم ما تتكلمون فيه. لا يمكن سلال الأمداد هذه أن تتم
دون القوات الأمنية. أعتقد حتى ممكن أن تفشل في المستقبل في هذا الأمر. نحن نعلم أن القارة الأفريقية هي من أغنى البلدان من أغنى القارات على مستوى العالم، هي من أغنى، لكن أن يتم كل هذه المشاريع الضخمة وعدم تكتل أمني، أنا أعتقد أخي أبو طالب فشل لهذه الاستثمارات، وممكن أن يكون من يبطلها عذرا أو يهددها الإسلام الراديكالي المدعوم من الدول سواء في القارة عندكم أو مدعومة من فرنسا الذي للأسف لا تريد استقرار للقارة الأفريقية ونهبها على مدى 60 عام الماضية. يجب أن ننتبه للجهات الأمنية والجهة الأمنية. والله أنا أتمنى أن الدول الأفريقية مثل ما تحالفت تحت قيادة الملك محمد السادس الله يحفظه أن يتحالف حلف ناتو ويكون مقرر المملكة المغربية، ولما تمتلكها المملكة المغربية من صراحة للأمانة من أسلحة متطورة من الجيل المتقدم الجيل الخامس في هذا الأمر. وأنا لاحظت أخي أبو طالب حتى في القوات البحرية المغربية يعني قوات متقدمة جدا، وصرفت الدولة قرابة 17 مليار دولار على الجيش المغربي من ناحية التسليح، وهو رقم ضخم يعتبر على الناتج القومي الأمر هذا. أما أن القارة لا، القارة غنية وغنية بثرواتها، وللأسف على مدى 60 عام الماضية العام الماضية لم تستفيد كمواطن عربي ولا مواطن إفريقي من هذه الثروات التي نهبت. وللأسف 60 عام الماضية هذه الثروات دعمت نهوض القارة الأوروبية بالثروات الضخمة في هذا الأمر. وأنا متأكد لو استغلت هذه الثروات لرأيت أبناء إفريقيا والدول العربية في القارة لهي أغنى وتصنف مثل دول الخليج ومثل الدول الاسكندنافية وسنغافورة وغيرها من البلدان. أنا هذه وجهة نظري يا أخوي أبو طالب، لك المايك. شكرا أخي الكريم. أنا كان عندي سؤال الأخ أمين، هذا الخبر صادفته. أنا حسب علمي أن الجزائر حققت موسما رائعا في حصاد يعني القمح، وكنت أعتقد أننا سنستفيد يعني من الحمد لله كل هذا الإنتاج. وإذا بالتقارير الأمريكية وكذلك الروسية تقول أن استيرادكم للقمح سيزيد ب35%. أريد أن أفهم، أم أنكم تزرعون 7 سنين دأبا؟ تفضل أخي الكريم. أمين. أمين تيسان. يغلق لي المايك. واحد الاخر ويغلق لي المايك، ما فهمتش علاش، والله ما فهمتش علاش راهم يغلقوا لي المايك. قلت لك هنا ساتكلم على ربما ساتكلم على القدره الشرائيه ويعني قوه الاستهلاكيه تاع المواطن الجزائري او الكم الهائل للاستهلاك. لو كان نروحوا الموارد يعني المواد القمح يعني توسكي لي ديريف دي سيريال، راح نلقاو بأن الجزائري في شمال افريقيا اكثر استهلاكا لهذه المواد. ولكن راح نرجع واحد الامر اللي تكلمت عليه ونجي ونتكلم على القمح. اولا تكلمت على لي زيديو، انا نقول لك لو ستوك دي زيديو ماروكان سي لي بلو غران اون نور افريك، يعني حوالي 60 مليار دولار، الجزائر 30 مليار دولار. ولكن السياسه الاستثماريه او قانون الاستثمار يختلف، لانه في المغرب هناك بعض الامتيازات والتحفيزات الجبائيه اللي تسمح لهذه المؤسسات الأجنبية أنها تستثمر في المغرب. هي كاين واحد لو رابور، كاين واحد التقارير خرجته، يعني حتى واحد المنظمة عالمية تعمل في هذا الميدان، وتكلمت على يعني ماذا يستفيد هذه الشركات الأجنبية من هذه الامتيازات، حتى أنه الامتيازات اللي يستفيدها تفوق يعني بما تفوق إيرادات الدولة أو نفقات الدولة في الصحة.
كاين واحد التقرير، وعندي واحد التقرير حتى نقدر نطلع به. اولا حينما نتكلم على لي زيديو، نحن رانا نتكلم على لا بالونس دي بايمون، ميزان المدفوعات. حينما نتكلم عن ميزان المدفوعات راح نتكلموا على لي زاكتيف نت، يعني وصول الدولة راك معايا الأخ أبي طالب، راح نتكلموا على لي زاكتيف اكستيريور نت. لي زاكتيف اكستيريور نت يعني نشوفوا لي بيرفورمانس دو ليكونومي دان بي. لي زاكتيف بيرفورمانس نت اكتويال تاع المغرب هو ناقص 77 مليار دولار. لي زاكتيف نت اكستيريور دو لارجيري اكتويلمون سي 77 مليار دولار. انا حينما تكلمت على سوناتراك تكلمت على حضور سوناتراك، وما فائده موريتانيا من حضور سوناتراك في موريتانيا، لانه قلت لك المسؤولين في موريتانيا يعلمون المنفعه تاعهم والفائده تاعهم اكثر مني ومنك يا ابي طالب. حنا عباره عن بروفايلات نتكلم هنا، نتناقش في التيك توك، وهذا امر عادي. لو كان نرجع لك برك نقول لك بانه سوناتراك اكبر من بعض الدول في افريقيا من حيث رقم الاعمال. لو كان نجيو نقيموا البي بي تاع بعض الدول ونقيموا رقم اعمال سوناتراك لسنه 2023 راح نلقاوها اكبر من بعض الدول المتواجده حتى في افريقيا، يعني تحطها في المرتبه 12، لانه رقم اعمال سوناتراك 77 مليار في سنه 2023. اما بي بي تاع ولا مانيش خالف نغلط في الدوله تاع غانا يقدر ب 70 مليار دولار. راك عارف واش راني نقول؟ بارك الله فيك. فيما يخص، لانه شوف والله نروح لك، شوف انا حنكون براغماتي ونكون بمصداقيه. بالك باللي خاصه في القمح على الجزائر، يعود بالجزائر في الفائده انها تستورده على ان تنتجه محليا، وهذا لعده امور، للموارد المائيه، لتكلفه الانتاج، ولكن بواحد السياسه انتهجتها الجزائر على ان تقلل التبعيه تاعها، التبعيه الاقتصاديه، لانه هنا راح نهضروا على سوفرينتي ايكونوميك اللي حتى دوله في العالم ما تقدر توصل لها يا ابي طالب، وانت تعلم ذلك، خاصه حينما نتكلم على دول شمال افريقيا، لأن الجزائر حاليا متواجده في افريقيا وليست متواجده في اوروبا، وليست لها مؤهلات اوروبا. حتى المغرب حينما نتكلم عن الصناعه في افريقيا نتكلم على 2 إلى 3% في الصناعة، يعني بالنسبة إلى العالم. فهمتني يا أبي طالب؟ فهنا حينما نتكلم على واحد الرقعة الجغرافية اللي هي مينا، ونقيس القوة الاقتصادية إلى بيرفورمانس ايكونوميك. حاليا أنا مديت لك بكل مصداقية أنه في بعض الأمور خاصة منها القمح يعني تعود بالفائدة على الدولة أنها تستوردها على أن تنتجها محليا. الجزائر يعني انتجت واحد هذا السياسه، ولكن انتم يعني قمتم يعني باشهار كبير على ان الجزائر حققت يعني اكتفاء ذاتي من القمح، واذا بها هي ستزيد. ربما الناس تخلط في المصطلحات الاكتفاء الذاتي، لأنه الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والله الاكتفاء الذاتي حتى دولة. شوف أنا في المصطلحات الاقتصادية نكون شوية يعني سيفر بزاف. الاكتفاء الذاتي لا يمكن أي دولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، ما كانش هذا المصطلح خاطئ. الأمن الغذائي أمر آخر، أنك تساعد ولا تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بوجود هذه الموارد، يعني لاكسي مع باش اسكي يفهموني نسي نبسط باش يفهموني الإخوة. لاكسي أو برودوي كيلكو سوا لا فاسون، برودوي و امبورتي، يعني برودكسيون لوكال و امبورتي، لأنه الاكتفاء الذاتي ما كاش دوله تحصل الاكتفاء الذاتي. انا راح نعاود نقول لك نتكلموا على السياده الاقتصاديه، والسياده الاقتصاديه ما كاش يعني الدول متقدمه وتبحث عليها بكل مصداقيه. لا شوف انا استغرب، شوف هو المقارنه حتى بين المغرب والجزائر حسب الامكانيات التي تمتلك الجزائر هو غريب جدا بكل صراحة، لأن لا وجه لمقارنة الإمكانيات. يا أخي الكريم، أنتم من أكبر مصدرين الغاز، أنتم عندكم أكثر من مليون و100 بريل يوميا من النفط تستخرجونها. أنتم لازلتم تستوردون 60% من احتياجات الجزائر. تعلم هذا الرقم أخذته من مواقع جزائرية.
60%. شوف نقول لك ابي طالب شوف سوناتراك من ناحيه الانتاج هي من ناحيه انتاج البترول هي الثالثه افريقيا، يعني الاولى هي نيجيريا تليها انغولا. من ناحيه انتاج الغاز هي الثانيه، احنا نقولوا الانتاج. من ناحيه التصدير الجزائر تصدر اقل من 50%، الله اعلم، اقل من 50% مما تنتجه من البترول، يعني حوالي 400 برميل يوميا تصدره الجزائر. هنا ما نقدروش نقارنوا، لانه بعض الناس تحب تقارن مع لانه الاحصائيات، شوف الاحصائيات في الاقتصاد شيء مهم، ليكونوميتري فو ميتريزي. ما تقدرش تتكلم هكذا تقول لو كان نقارنوها بالسعوديه، السعوديه تنتج حوالي 12 مليون برميل يوميا وتصدر 7 ملايين، يعني تصدر خليني نقول لك 35 خطره على الجزائر يوميا. مديت لك الارقام، الجزائر يعني تستهلك نصف انتاجها في الغاز، يعني تنتج حوالي مليار، فايت مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تستهلك 50 مليار، تصدر الا 50 مليار. وهذا للسياسه الاجتماعيه المتواجده في الجزائر. على بالك ابي طالب بانه في الجزائر ما كاش الا لو غاز دو في، احنا عندنا لو غاز دو فيلاج. هناك بعد القرى والمدن في الجزائر بعض القرى يعني المتواجده ربما في بعض اللي فيها كثافه سكانيه تاخذ 20 عائله ولا 20 30 عائله عندهم غاز المدينه. باش تشوفها، لانه صح هي دوله اجتماعيه، الجزائر دوله اجتماعيه. حتى التقرير الاخير تاع البنك الدولي كان تكلم على هذا الامر وتكلم على الانجازات، يعني لي بيرفورمانس ايكونوميك دي شيفر من الناحيه الاجتماعيه، لانه التقييم اي اقتصاد راح يكون واحد الجانب الاجتماعي. يدوا ريفليتي لا فاس سوسيال اي سي تري امبورطون، يعني يجب ان يعكس واحد الجهه اجتماعيه اللي مهمه جدا. حاليا لما تقول لي انتم تنتجون قدرات الجزائريه، شوف هناك فرق ما بين قدرات الجزائر لي بوتونسيال اي كاس كالا الجيري كوم يعني من ثروات. هو نفس الشيء في موريتانيا. لو كان نتكلموا على السلحفات واسمه ذكرني به يعني اين يتواجد الغاز، منبع السلحفات ما تمتلكه موريتانيا حاليا. أحميين يوجد على الحدود البحريه بيننا وبين السنغال. بارك الله أحميم، بارك الله فيك. يعني ثروات موريتانيا حاليا تقدر بحوالي 400 مليار دولار، لكن هل موريتانيا تستغل كل ثرواتها حاليا؟ هل بدأت في إذا استغلت 15 أو 20% موريتانيا، نقول لك ستنتقل من دولة اللي راهي تحت الدخل الضعيف إلى الدخل ربما المتوسط أو الدخل المتوسط. هذا أمر عادي. فثروات الجزائر هي كبيرة، ولكن استراتيجية الجزائر بما يسمى، انت راك تعرفها ابي طالب، هي لي زوديدي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل، يعني كيف تستغل الثروات. يعني بارمي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل 11 17 هذاك الهدف يوجد كيفيه استغلال الثروات، يعني استغلال الثروات الجزائريه بعقلانيه. ما نش نستغلوا بصفه غير عقلانيه، لانك اينوندي لو مارشي افيك لو بترول ولا لو غاز لا يعود بالفائده على الجزائر. فلهذا تجد سوناتراك يعني جوج كلمات ولا؟ نعم تفضل، انا رد خذ لك تعليق. تفضل ها راح نسكتوا وخذ 10 كلمات. صراحه انا هذا الانكار هذا كيجيني غريب بكل صراحه. المهم بعدا الا ممكن غير تسد المايك حيت كاين شويه بليكو. بعدا في الاستثمارات، حنا كنا كنهضروا على الاستثمارات افريقيا، من تما ركزنا على الاستثمارات الاجنبيه في البلدان، وهذا شيء اخر. ما يمكنش ينكر شي واحد باللي الاستثمارات المغربيه في افريقيا هي ثاني دوله مع جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هي الاولى، كيتبع المغرب، هذا واضح. الاغلب ديالها كيتمركز في غرب افريقيا، لكن كاين استثمارات واحد العدد ديال الدول الاخرى، ومنهم طبيعه الحال موريتانيا، ومعروف اتصالات يعني الناس كيخدموا بيديهم. القضيه ديال الاستثمارات الاجنبيه في المغرب صراحه انه شي واحد يبخس منها ويقول لك راه امتيازات العالم كامل بما فيه دول بحال المانيا كدير، والناس اللي كيتبعوا راه كيعرفوا المانيا في برلين اشنو دارت باش تستقطب يعني معمل ديال تسلا.
يعني غاب على قدها، وناضوا لهم مظاهرات من حزب الخضر الجرين بيس وهذا، غاب على قدها رازوها باش يديروا معمل ديال ايلون ماسك ديال تسلا. الناس اللي كيتبعوا سميتو غادي يعرفوا. يعني الاستحضار الاستثمارات الاجنبيه خاص يكون عندك اقتصاد صحيح ماشي ريعي، اقتصاد اللي كيشجع وعندك يد عامله الى اخره الى اخره. هذا غير بسميتو. بس صراحه الجزائر كتجبد الغاز والبترول 60 عام، ونجيو دابا نهضروا على موريتانيا اللي البارح لقاو البترول، لقاو الغاز. هذه صراحه المقارنه ما نقدرش نديرها. الى الجزائر اليوم ولات كتبيع 500 الف برميل ديال البترول، لانه طبيعه الحال ما دارت استثمارات في الوقت ديالها، لانه الجزائر كون ما كانش اقتصاد ديال الريع. والاقتصاد ديال الجزائر بجميع الخبراء فيما مشيتي، البنك الدولي، النقد، الصندوق النقد، كل شيء غادي يقول لك الاقتصاد ديال الجزائر مبني ب 90% على المحروقات. 90% محروقات مباشره، وغتزيد على واحد 5% ديال البتروشيمي حتى هو اللي مرتبط بالمحروقات، وغتبقى واحد 5% ديال التمر ديال سميتو ديال الاشياء. هذا معروف، اللي كينكر هذا غير كيكذب على راسو بكل صراحه. وانا كنستغرب ان الاخ هو كيقول اقتصاد وكينكر. وكنشوفوا لي بينيوغي اللي كاينين في الجزائر. باش كاينين راه عندك مشكل ديال التموين ديال السوق. علاش؟ لانك انت عندك مشكل ديال العمله الصعبه ما كتبغيش تخرجها، ما عندكش بدائل داخليه، وخنقتي التصدير. وهذا خلق وما درتيش واحد البديل. يعني انت حبستي تصدر المنتوجات قبل ما دير واحد البديل وطني. انا صراحه الواحد الا بغى ينكر المنتجات المغربيه، نقولوا على المغرب فيما يخص الفلاحه. طبيعه الحال القضيه ديال القمح هو مشكل كامل. الدول ديال سميتو اللي ما يقدروش ينتجوا القمح بليشي اللي كتنتجوا اوكرانيا وروسيا وكندا وامريكان، اللي عندهم المساحات الشاسعه والامطار يعني على طول العام، هذه ما تقدرش تقارنها. لكن على الاقل الانتاج ديال القمح حنا في المغرب فاش كنحسبوا باش ميزانيه باش يكون عندنا منتوج، كنحسبوا تكون عندنا واحد 70 قطار. 70 قطار ديال القمح، هذا هو المتوسط باش نتسماو راه عندنا موسم فلاحي عادي. وطبيعه الحال الاكتفاء الذاتي اشنو كنقصدوا به؟ هو انه يكون عندك تصدير باش تجيب لي دوفيز، انك تقدر تغطي الحاجيات الاخرى. هذا هو المقصود بها. وطبعا وكل شيء كيحاول يمشي انه الاشياء اللي عندك فيها خصاص انك تنتجها محليا قبل ما تخنق يعني ما تخنق السوق. لكن دابا انا بغيت نرجع للبدايه ديال المداخله ديال الاخ عبيد، وهذا هو الاشكال كيبان لي في السياسه الجزائريه. هو سي ابي طالب هو ديك السياسه الصفريه. يعني حنا ماشي كندخلوا في حالات تنافس مع المغرب في موريتانيا، الا كندخلوا في حالات صراع. يعني كيولي عندنا غير حنا ولا هما. وراه شفنا هذا التسمم اللي واقع دابا في الاتحاد الافريقي، وانا كنتصور انه الدول ديال الاتحاد الافريقي راه كيستغربوا لهذا الصراع وهذا ديال الجيران وهذا. لكن هذا هو الامر، انه ما كنديروش تنافس، لانه التنافس يحيي التجاره. فاش كنتنافسوا تجاريا راه كل واحد كيبدع وكيحاول يحسن المنتوج ديالو والمردوديه ديالو، وهذا مهم. لكن فاش كندخلوا في حالات صراع وقطع علاقات، يعني التوصيات ديال الجزائر واضحه. اي دوله كتعاون مع المغرب تعتبر عدوا للجزائر، وهذه هي المعادله الصفريه اللي فيها مشكل. والسي ابي طالب راه شفنا اليوم بلا ما نمشيو بعيد الزياره ديال رشيده داتي سميتو الاقاليم الجنوبيه، راه خرج بيان من وزاره الخارجيه. هل اعطينا معلومات عن البيان؟ ما قرات حتى الان البيان. انا غادي نقرا عليكم البيان الا سمحتي لي، نقرا عليكم. شكرا ابي طالب، انا صارف، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وردوا البال السي ابي طالب التناقض اللي فيه. الا ممكن تسد المايك عافاك، عندك الابن. يعني التناقض اللي فيه، احنا صحابنا راه فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء وتقلقوا سالينا. لا حنا غادي نبداو الماتش من الاول. هذا الماتش غيبقى يتعاود ديما. اسمع السي ابي طالب، بيان وزاره الشؤون الخارجيه: ان الزياره التي قام بها عضو من اعضاء الحكومه الفرنسيه الى الصحراء الغربيه امر خطير للغايه، فهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي. هذه الفقرة الأولى. أنا جاي هو فيها 3 الفقرات. الباراغراف الأول هو هذا. شوف السي أبي طالب، هما دائما كيقولوا
القضيه في الامم المتحده. المهم غير نرجعوا من بعد التناقضات اللي سميتو. يعني انت كتقول القضيه في الامم المتحده، ايوا راه خلي الاعضاء ديال الامم المتحده ياخذوا القرارات اللي بغاو، لكن ما عليناش. الباراغراف الثاني: كما ان هذه الزياره تدفعنا نحو ترسيخ الامر الواقع المغربي في الصحراء الغربيه، ارض لم يكتمل مسار تصفيه الاستعمار بها، وارض لم يحظى شعبها بعد بممارسه حقه غير القابل للتصرف او التقادم في تقرير مصيره. هو الفقرة الأخيرة: وفي الأخير فإن هذه الزيارة المستفزة، الناس راه بداو من جديد، تعكس صورة مقيتة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية قديمها وحديثها، يعني فرنسا والمغرب. وبقيامها بذلك فإن الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية. يعني الشرعية الدولية للأمم المتحدة قالت خاصنا نقسموا المغرب، تما غادي نكونوا فرحانين بالشرعية الدولية والملف راه في الأمم المتحدة وراه في اللجنة الرابعة، وحنا إلى سميتو نزيدوهم غير الخير. لكن إن فوا هذه الشرعية الدولية تولي في صالح المغرب وتولي فيها تأمين ديال الحكم الذاتي والحل السياسي، كتقلق لينا الجزائر وانا يصحابها التقلقات وما غاديش يزيدوا يتقلقوا. يعني شنو هو كنتظر ابي طالب من دوله اعترفت من ان وزراء ديالها وناس ديالها يزوروا الاقاليم الجنوبيه. وها هي داتي زارت اليوم، رشيده داتي اللي قالوا مغربيه، وها هو رئيس مجلس الشيوخ حتى هو غادي يزور الاقاليم في الاسبوع المقبل كنظن. ما عرفتش هنا باين غادي يزيدوا. يعني كنشوفوا التخبط ديال سميتو. باش نرجع غير الكلام باش نخليو السي دكتور يتدخل، اهلا بعدا بك دكتور. غير الاخ اللي دخل وهذا الكلام الكبير السي ابي طالب، انا كنستغرب القوه ديال الناس على الانكار والتجميل ديال وضع صراحه يعني القريب والبعيد عارفه، وكيهضر لينا على غاز دو فيل وغاز دو فيلاج، وبحال حنا ما كنشوفوش يوميا على اليوتيوب الناس دايرين الصف على قارورات الغاز في دوله البترول. دوله واش دوك التصاور منين جايين؟ واش صورهم من المغاربه ولا صورهم جزائريين؟ يعني شفت انا طوابير على قاروره ديال الغاز السي ابي طالب، والله العظيم الا واقيلا فيه 3 كيلومتر. انا هذا الانكار هذا هو اللي يخرج على الجزائريين، لان البدايه ديال حل المشكل هو انك تعرف بلي المشكل كاين، تحاول تعترف بالمشكل، تحلله وباش تلقى ليه الحلول. لكن مادام هما كينكروا وكيبقاو يقارنوا، حنا ماشي بحال السعوديه. حنا واش السعوديه انطلقت من انطلقتي انت؟ السعوديه فاش بداو كانت صحراء قاحله، راك انت فرنسا راك بنات لك دوله اوروبيه، خلات لك دوله اوروبيه تما بالجامعات ديالها، بالطرق ديالها، بليزوطورود ديالها، بالفيرمات ديالها، بجميع الامور. هاد القضيه كينساوها الجزائريين، كيصحابهم راه الامارات والسعوديه راه بداو معاهم من الصفر. كنت بديتي فين بدات السعوديه والامارات متاكد واقيلا مازال ما عندك حتى عماره في الجزائر دابا. لكن بلا ما نكثروا ندوزوا للدكتور الكلمه. تحياتي. مرحبا دكتور بولمر، تفضل. اهلا كذا ابي طالب. مرحبا بك ولد عمي، كيف حالك؟ بخير. مرحبا خويا. انت انت لك انت حق مغربي، نسيت انت مغربي. انت محسوم علينا. لا هو صراحه الاخ يعني وفى وكفى. عندي واحد الملاحظه بسيطه. أنا كنبغي مسألة أخويا أبي طالب، الجزائري عندهم مشكلة المفاهيم والمصطلحات. الحديث عن الشرعية الدولية، الأمم المتحدة، لأن الجزائري، وغنقول لكم بشيء من الدعابة أو من النكتة، الجزائري هو الشخص الذي يستطيع يمشي مارشاريير ويمشي القدام في نفس الوقت. وفهمها أنت ودير فرانمان. الجزائري يستطيع أن يتحمل في دماغه الشيء والنقيض ديالو في نفس الوقت. في نفس الوقت يستطيع الجزائري أن يتحمل الشيء ونقيضه في دماغه. وانا دابا كنحاول دائما نقرا كيفاش كيفكروا الجزائريين. انت تحدثت عن الشرعيه الدوليه وفرنسا، وما معنى الشرعيه الدوليه؟ انت في واحد الوقت في غفله من العالم وخلقتي واحد الدوله وسميتيها دوله وما عندهاش
مقومات الدولة، لا شعب. هذوك ناس، وانت عارف اخي ابي طالب وانت اقرب مني الى المكان والى الزمان كيف تم ترحيلهم الى الحماده. وما عندكش ارض، اذا اعتبرنا بين مزدوجتين ان تندوب جزائريه، وهذا موضوع اخر في نقاش. انت ما عندكش ارض، ما عندك شعب، ما عندك حكومه، والجزائر تعتبرك دوله وكتحدث هي عن الشرعيه الدوليه. اذا الشرعيه الدوليه خصك تنتظر حتى يتم البت في الملف، واما تكون دوله او يكون حكم ذاتي او يكون اي، ولا تاخذها موريتانيا ولا يعني شي حل. انت قلتي الحل قبل من عباد الله وخلقتي دوله، وكتجي اليوم كتحدث على الشرعيه الدوليه. ثم ان هذه الشرعيه بمفهومك المريض السقيم بتتفرض على دوله. انت كتعترف بالبوليزاريوني دوله، ودوله اخرى في اطار السياده، سياده فرنسا او موريتانيا او اي دوله بغات تعترف بان المغرب له الحق التاريخي والسيادي في هذه الارض، تقول لي لا الشرعيه الدوليه. راه هذا هو الجزائري. والله العظيم يا استاذ، بعض الاحيان كنبغي نحلل ما كنعرفش من شدها. دكتور، لان نعم سيدي. تفاعلا معك، شوف نحن خلونا نفهموها بطريقه بسيطه بدون قانون دولي. هي موريتانيا مشات للحدود الشماليه، وخلينا نقولوا المنطقه العازله، وفتحت معابر وقالت انها معابر دوليه. وطلع لك واحد هون يقول لك هذه معابر فتحت موريتانيا مع الصحراء الغربيه. واش حنا الله يخليه غادي نفتحوا مع الجنون؟ يعني غادي نفتحوا معبر دولي ونقولوا على انه يعني فاتحين مع اكرمك الله الجن او شيء من هذا القبيل؟ احنا فاتحين مع الانس ومسمينه معبر دولي. يعني بما انه معبر دولي يعني على الاقل خاصو يعود فيه على الاقل طرفين. اذا كان غير طرف واحد يسموه معبر ثنائي، لان عندنا المعابر الثنائيه مع السنغال ومع مالي وكذا وكذا. طيب لماذا اطلقنا على الشقات معبر ثنائي؟ والتوضيح واضح في القرار ان الثنائي يعني طرف واحد، دوله واحده تتعامل معها، وتقول لي فاتحوا مع الصحراء الغربيه. طيب انا قاعد فتحت مع الصحراء الغربيه، ماذا سياتيني مما تسمونه انتم الصحراء الغربيه؟ ماذا سياتيني من هذا المعبر؟ فاتحوا غير هكا. دابا المشكل اخويا انا هذا صراحه قلت لك، هذه هي مشكله المفاهيم. ولان ما فهمتش انا دابا الجزائر النظام بعد راه الانسان الجزائري لا يعرف لا الحدود بين موريتانيا وبين الصحراء المغربيه، لا يعرف اين يتواجد مخيمات الحماده، او انه يعرف ويتجاهل. لان لو انا الشيء الذي يؤلمني هو ان يكون عدوك خبيثا وغبيا. نحن لان اذا فرض علينا الصراع فسنخوض هذا الصراع، ولكن على الاقل ارفعوا المستوى. قولوا مثلا ايها الجزائريون باننا نرى في الصحراء الغربيه بعدنا الجيوستراتيجي او الجيوسياسي او عمقنا وبغيناها، خرج لها ديريكت. اما انك تضحك على نفسك وبغيتي تورط المنطقه في واحد الصراع ابدي باش تضمن لنفسك انت دائما اكسير الحياه وتبقى حي، تقتل المنطقه باش تبقى انت حي. لان واحد المساله مهمه اخويا ابي طالب، هنا يروج على ان هناك صراع سياسي وجيوسياسي بين المغرب والجزائر. لا، ما كاينش صراع، ليس هناك صراع بين المغرب والجزائر. لان اذا تحدثنا وانت سيد العارفين، اذا تحدثنا عن صراع جيوسياسي او صراع نفوذ، خص تكون الدولتين عندهم نفس القوه. يعني ان تكون الجزائر حامله لمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي، وان نفس المشروع الذي تحمله المغرب. المغرب يحمل مشروع، عنده مشروع جنوب المغرب وافريقيا، مرور عبر الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه نحو افريقيا. لما لا مشروع نفوذ، وماشي عيب في العلاقات الدوليه ان تكون عندك نفوذ اقتصادي داخل دوله او نفوذ سياسي داخل واحد المنظومه اقليميه. هذا معروف في العلاقات الدوليه. الجزائر لا تحمل مشروع. انا دائما اطرح السؤال: ما هو المشروع الجزائري؟ لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا رياضيا ولا انسانيا.
إذا بغينا نقولوا أن المغرب والجزائر في صراع، يجب أن يكون هناك مشروع قبالة مشروع. قد نقول مثلا أن هناك صراع بين المغرب وجنوب إفريقيا، أي كاين المغرب، كاين صراع بين المغرب وجنوب إفريقيا، لأن جنوب إفريقيا كدولة محورية تحمل مشروع، وترى في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعدها السياسي والاقتصادي، ترى أنها لماذا لا تكون موريتانيا سوقا للمنتوجات، أو مالي أو النيجر. نفس الشيء بالنسبة للمغرب. الجزائر لا تحمل مشروع. الجزائر ديال الغنان والزكارة، يعني دولة مبنية على الزكارة. أنا كنت أتمنى أن يكون مشروع قبالة مشروع، والبقاء للأقوى أو للأصلح، أو إذا ما تفاهمناش نتكامل، نقسموا النفوذ كما كدير الدول، كدير مثلا الولايات المتحدة مع أوروبا، أو كما كدير مثلا الصين مع أوروبا في اقتسام الأسواق. أنت ما عندكش مشروع، أنت لا تحمل أي مشروع. كل ما كدير هو أنك بحال واحد البلطجي في واحد الحومة وهز ساطور ويعترض طريق الناس. هذا هو الشيء هذه المغالطة التي يصدرها الجزائر على أنها شواكر الأفريق وأننا قوة إفريقية. والدليل على أنك لا تحمل مشروع هو حالة الفرح والبوس والقبولات فقط لأنك خديتي منصب ديال نائب رئيس ديال المفوضية الإفريقية. وهذا منصب هو إداري أكثر منه سياسي، لا تؤخذ فيه قرارات، هو منصب لتدبير، كما هو الحال في جميع المنظمات الإقليمية، سواء جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي. هناك إدارة يسميه أمين عام أو يسميه كاتب عام أو يسميه مفوضية بحال رئيس المفوضية بحال أوروبا. الدور ديالو هو التدبير الإداري والمالي لهذا الكائن أو لهذا الكيان اللي هو الاتحاد الإفريقي. ورغم ذلك تجد نسبة الفرح وان تو تري بيبل الجيري. هذا دليل على أنك لا تملك مشروع، ولست ندا للمغرب، ولست ندا لأي دولة. الجزائر ليست ند حتى لتونس. أنا تونس أحترمها، ولكن أنا أتحدث عن الجغرافيا. تونس الأصغر جغرافيا، ولكن إذا ذهبت إلى الفئة السياسية أو الطبقة السياسية داخل تونس ستجد أنها صاحبة مشروع. إذا ذهبت إلى موريتانيا وناقشت الطبقة السياسية ستجد أنها عندها مشروع. أنا دائما أطرح السؤال: ما هو المشروع الجزائري في إفريقيا وفي المنطقة؟ سمحوا لي طولت. مرحبا. طلع معنا الأخ الشيخ البدو. تفضل أخي الكريم. أهلا، مرحبا. أهلا شيخ البدو. الدكتور بنمر، الأستاذ أناروز، والإخوة والأخوات المتابعين. صراحة أنا والله قاعد لك تلاقي نرقد يا غير شفتك فاتح وأثارني الموضوع. صراحة الموضوع شوي تعرف يعني عنده صيغة خاصة عندنا احنا. هو صراحة شوف، التاريخ التجاري أو تاريخ العلاقات التجارية الدولية حينما نقرأه أو حينما نعود إلى السياق التاريخي للمعاملات التجارية بين الدول، كانت هنالك خطوط عبر التاريخ معروفة، سيان كانت خطوط بحرية أو خطوط برية، منها القوافل التجارية. والخطوط البحرية معروفة دوليا، وأكبر مشروع الآن لإحياء الخطوط التجارية التاريخية هو البرنامج الكبير الذي شرعت فيه الصين منذ سنوات، ألا وهو إحياء خط الحرير القديم، خط تجارة الحرير، الخط التجاري خط الحرير. بالتالي حينما نأتي إلى تاريخ الخطوط التجارية في منطقة شمال إفريقيا وفي الصحراء الكبرى خصوصا، نجد ما يسمى بخطوط تجارة القوافل. هذه الخطوط كانت معروفة يا إما شمالا جنوبا أو غربا شرقا. شمالا جنوبا كانت معروفة الخطوط، كانت من مراكش ومن فاس عبر واد نون إلى أراضي شنقيط موريتانيا، وصولا إلى ما يسمى بلاد السودان آنذاك اللي هي السنغال حاليا، أو تأتي شرقا من فاس ومراكش أيضا عن طريق سجل ماسة وصولا إلى تيمبوكتو في مالي. وكانت الخطوط غربا شرقا من المحيط الأطلسي ومن المناطق الفلاحية على نهر السنغال ومن الحوضين في موريتانيا ذهابا إلى مالي، إلى النيجر، إلى تشاد، وقوافل الملح المعروفة تاريخيا بقوافل الملح والذهب.
ولكن حينما نريد دراسة الخطوط أو خطوط التجارة القوافل في الجزائر صراحة معدومة غير موجودة لحد الساعة. لا يستطيع أي مؤرخ تجاري أن يأتينا بخط تجاري واحد للقوافل من شمال الجزائر إلى مالي مثلا أو إلى موريتانيا أو إلى المغرب. بالتالي هذه الحدود الآن التي أو هذه البوابات أو المعابر الحدودية التي شرع في الإعداد لها هي مبنية على طرق تاريخية قديمة، على طرق قوافل. مثلا طريق الشقات حاليا أو ما يسمى بمعبر السمارة هو طريق مبني على طريقة القوافل القديمة التي كانت تأتي من مراكش ومن آسفي ومن الصويرة مرورا بمواسم إيليغ في سوس العالمة وصولا إلى مواسم وادنون منطقة قليميم ونواحيها، وتنطلق القوافل من هنالك مرورا بعيون غمان وتأتي إلى شرق طنطان وصولا إلى السمارة ووصولا إلى بير مقرين، ومن هنالك تنتشر في الديار الموريتانية. لأن هذه النقط القوافل كانت أيضا ملتزمة أو ملزمة بأن تكون عابرة على نقط المياه، ونحن نعرف أن المياه كانت هي الضرورة الوسيلة الضرورية آنذاك لتنقل القوافل. بالتالي معبر السمارة اليوم لم يأتي من عبث وليس وليد الصدفة، بل هو كان طريق تاريخية. وهذا يؤكد أيضا الأطروحة الضالة لأصحاب 1975، لأنكم إلى اليوم لم تثبتوا أي طريق حتى قراءة التاريخ والطرق القوافل التاريخية أو ما يسمى عندنا نحن مجتمع البيضان بأكوابر التجارة تاريخيا وأكوابر زوالاي. للأسف لا تستطيعون إنكارها، لأن الشقات وأم الشقاق وبير مقرين هذه النقط كانت معروفة تاريخيا لمرور القوافل وصولا إلى الزويرات للتجارة هنالك. وأيضا كانت سبخة الزويرات من أكبر مزودي منطقة وادون بالملح، وذهابا إلى ولاتا ودان وشنقيط وصولا إلى وعبورا وأطار وصولا إلى ضفاف نهر السنغال. بالتالي هذه البرامج اليوم وهذه المشاريع اليوم صراحة هي تؤكد أن هنالك التاريخ الحقيقي المشترك لهذه المنطقة، التاريخ الاقتصادي التجاري الذي كان خاليا صراحة من هذه الصراعات السياسية. ولكن للأسف اصطنعت علينا مصطلحات منذ سنة 1975 إلى الآن هي غريبة عن التركيبة الديمغرافية لهذه المنطقة. أكدت هذه الصراعات أيضا النية الجزائرية للتوسع وللحد من التنمية في هذه المنطقة، لأن الدولة المتوسعة والدولة صراحة الرافضة لكل وسيلة تجعل تبني جسرا تتلاقى عليه شعوب المنطقة والتركيبة الديمغرافية للمنطقة ويكون قاطرة لتنمية المنطقة سياني تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا. دائما ما نجد الرافض الأول والمعارض الأول، وحجرت العثرة، وللأسف هي ليست حجرة بل هو جبل عثرة كبير يسمى بالدولة الجزائرية. شكرا لك الأخ أبي طالب على الاستضافة، صراحة الموضوع شيق. شكرا الأخ وادنون، الدكتور منمر، الأخ أنا روز، وشكرا لكم. الميكرو أستاذ، الميكرو. نعم، شكرا شيخ البدو اللي تبارك الله يعرف التراب، يعرف المنطقة حتى. وكما ذكر هذا الأمر ليس وليد اليوم، وأنا نبهت على ذلك أن هذه الطرق كانت موجودة، بل إنها نختار نفهم الطريق الذي سلك الأمير مولاي إدريس الذي أرسله السلطان آنذاك، ومر بالأقاليم الجنوبية ودخل إلى موريتانيا في معركة النيملان، والتحقت به الإمارات الموريتانية والقبائل الموريتان المقاتلين، وكونوا جيشا واحدا في قتالهم ضد البوليساريو، البوليساريو ضد الفرنسيين آنذاك المستعمرين في حامية يعني في تقانت. إذا الطرق هذه أصلا كانت طرق موجودة ومعروفة جدا. إذا سبحان الله التاريخ يعيد نفسه.